السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب وسط تركيا، وحصيلة قتلى. كارثة كهرمان مرعش تتجاوز 50,000. ولكن قبل البدء بالفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. قال مركز رصد الزلازل إن زلزالا جديدا بلغت شدته 5.5 درجات على مقياس ريختر هز وسط تركيا اليوم السبت، في حين أعلن عن حصيلة جديدة لضحايا زلزال كهرمان مرعش المدمر. وأضاف المركز المتخصص في رصد الزلازل أن الزلزال الجديد وقع على عمق 10 كيلومترات. وبدورها قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد إن هذا الزلزال بلغت شدته 5.3 درجات وهز ولاية نيغدا وسط البلاد. ويأتي الزلزال الجديد بعد ساعات من الإعلان عن زلزال آخر بقوة 4.2 درجات ضرب ولاية كهرمان مرعش. مركز زلزال 6 فبراير إشباط المدمر، والذي أوقع عشرات آلاف القتلى وخلف دمارا واسعا في 10 ولايات تركيا وشمال غرب سوريا. وكانت آفاد أكدت الجمعة وقوع هزتين بقوة 4.7 درجات بولايتي سواس وملاطيا. وأضافت إنه بينما تستمر عمليات رفع الأنقاض من الولايات المتضررة من الزلزال، فإنه تم إجلاء أكثر من نصف مليون مواطن من المناطق المنكوبة إلى مناطق أكثر أمنا. وفي سياق متصل قال وزير البيئة التركي مراد كوروم أن حكومته أنجزت قرابة 80 إلى 90% من جهود معاينة الأضرار الناتجة عن الزلزال، وأكد أن 90% من المباني بالمناطق المنكوبة أما انهارت أو تعرضت لضرر كبير. طبعا أصدقائي، الهزات الارتدادية حاليا في حالة نشاط، يعني ما انتهى هذا الأمر. واللي كان أو من حد الآن موجود في بيت متصدع أو يحس في إشكال أو من هاي الأمور في تشققات كبيرة، فيرجى أخذ الحيطة والحذر وتجنب وقوع هذا المبنى، فاطلع أو غادر المكان على الفور. طبعا هزات من 5 إلى 5.5 إلى 4 يعني متراوحة، هاي بإمكانها تهد أو تهدم المراكز أو المباني اللي متصدعة. وفي النهاية أصدقائي، نسأل السلامة لكم ولنا في كل من سوريا وتركيا، وتحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.